سفيان العيدوني يستعد لمواجهة نارية بعد فوزه على خبشاش في نصف النهائي. يدخل ساحة القتال بأنغام قبائلية جزائرية أصيلة، مواجها للوحش الهولندي ليفي ريختر الذي يبحث عن الفوز واللقب. النزال على وشك أن يبدأ، فهل سيكون سفيان العيدوني بطلا أم أن ليفي ريختر له رأي آخر؟ ليفي ريختر يدخل بأسلوبه المميز، الموسيقى الكلاسيكية الهادئة تملأ الأجواء، بينما يظهر على وجهه ابتسامة شريرة مرعبة وكأنه ينتظر لحظة الحسم. سفيان العيدوني في المقابل يبدو جاهزا لمواجهة نارية، فهل سيتمكن من هزيمة الوحش الهولندي ورفع الكأس؟ العد التنازلي للمواجهة القتالية الكبيرة قد بدأ. سفيان العيدوني يبدأ بنشاط كبير، الهجوم المتواصل والتحرك السريع في الحلبة يضع ليفي ريختر في موقع دفاعي. العيدوني يسدد لكمات قوية ومحكمة ويستغل سرعته لتحركاته لزعزعة استقرار الهولندي. هل سيتمكن ليفي من التكيف مع أسلوب العيدوني أم أن الجزائري سيتمكن من فرض سيطرته؟ دعونا نشاهد. الجولة الثانية تنتهي بتفوق ساحق للجزائري سفيان العيدوني بعد أداء قوي في الجولة الأولى. فرض العيدوني سيطرته على الجولة الثانية وأسقط الهولندي ليفي ريختر أرضا. العيدوني أظهر مهارة قتالية عالية وتحكما في الحلبة، مما جعل من الصعب على الهولندي مواكبة وتيرة القتال. هل سيتمكن ليفي ريختر من تعديل استراتيجيته في الجولة الثالثة أم أن سفيان العيدوني سيتوج بلقب الوزن الثقيل؟ Yeah, but the specialty for Laiduni is that coming in left. We got 30 seconds left in the second round. I feel at this point now, Richters is going to have to look for some knockdowns. Yeah, with punches, even with high kick. But Laiduni just the dead hit, that's what gets everybody. A lot of people say it's that timing beats power. Laiduni is today. This important third round now for Levi Richters has inside. You can see by his stance and energy that if you're Laiduni, do you lay off the gas a bit, or is that bothering Levi? But I don't know why Levi doesn't manipulate with that jab. Just take the hand down, the knockout. And that, there it is, Antonio. You might get watch for those knees. I think he will go with the spin. Nice punches to exit from the Frenchman. Yeah, he is prepared. I want to see you against both of these guys, to be honest. Yeah, cannot wait. Him to go to a certain side and then they just prepare it. سفيان العيدوني يتوج بطلا بعد أداء قوي ومثير في الجولات الثلاث. تمكن العيدوني من فرض سيطرته على الهولندي ليفي ريختر ويفوز باللقاء. العيدوني أظهر تطورا كبيرا في أسلوبه القتالي واستطاع أن يخلق الفارق في المباراة. ألف مبروك للبطل الجزائري سفيان العيدوني على هذا الإنجاز الرائع والتاريخي، وهارد لك للمقاتل الهولندي ليفي ريختر.